السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أشكركم على تتبعكم ودعمكم المستمر، وأتمنى لكم وقتا ممتعا ومفيدا. غادي نكون ممتنة أكثر إلى ضغطوا على زر الاشتراك، الإعجاب، وفعلتوا الجرس ليصلكم كل جديد. فاليوم غادي نديكم معايا الى نواحي مراكش، بالضبط الى وريكا ستي فاطمه، فعلى بركه الله. تقع قرية ستي فاطمة على ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، وهي بلدة صغيرة تمثل نقطة انطلاق للعديد من الزوار لمشاهدة شلالات وادي أوريكا السبع، ويمكن الوصول للقرية بسهولة، وهي وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمناظر الخلابة. وتبعد عن مدينة مراكش بحوالي 45 كيلومتر، كما أنها تتميز بعدة خصائص تجعلها مكانا سياحيا بامتياز يتوافد عليها السياح المغاربة والأجانب. يعشقها المراكشيون قبل المغاربة والأجانب، وذلك لما توفره من خصائص الاستمتاع في أحضان الطبيعة الخلابة والمناظر الساحرة التي توفر الراحة النفسية والجسدية، فضلا عن المتعة التي لا نهاية لها، والتي تعتبر العامل الأساسي الذي يجعل المنطقة وجهة للسياحة الطبيعية والبيئية.
فمنطقة سيتي فاطمة تمنح الخدمة السياحية والأنشطة الترفيهية التي يمارسها الزوار من رحلات استكشافية في جبال وشلالات المنطقة التي يصل عددها إلى 7 شلالات، وعيش مغامرة فريدة من نوعها كتسلق الجبال والاستمتاع برحلات في قوارب عبر الوادي الكبير. وهناك أيضا يمكنك ممارسة مختلف الهوايات الأخرى، هناك ركوب دراجات الكواد والدراجات الهوائية والتجوال في الغابات والمناطق الخضراء المنتشرة في المكان والتي توفر الراحة والهواء النظيف. وفي هذا السياق لا بد للإشارة بأن المشي لمسافات طويلة إلى الشلالات شائعا في وادي أوريكا، ويبدأ المسار المخصص له خلف المطاعم في سيتي فاطمة، والمسار محدد وآمن وجيد تحيط به مناظر خلابة. فإذا كنت من يستمتع بالمشي مثلي لمسافات طويلة، فإن شلالات وادي أوريكا هي المكان الذي تبحث عنه. يمكنك الوصول إلى الشلال الأول بسهولة، لكن لاكتشاف الشلالات الستة الأخرى ستحتاج إلى حذاء مناسب، ومن الأحسن أن يكون حذاء رياضيا وبدلة مريحة أو بدلة رياضية مع توفرك على مستوى جيد من اللياقة أثناء المشي لمسافات طويلة. كما يمكنك استغلال الفرصة والسباحة في مياه النهر المغرية رغم برودتها. تظل الست فاطمة بوديانها الخضراء وجبالها وأشجارها المثمرة كأشجار الزيتون والتفاح والمشمش الفضاء الأمثل خلال فترة الحر، خاصة بالنسبة للعائلات الباحثة عن ملاذ من الحر القائد. وهذا ما صادفناه خلال زيارتنا للمكان. ومع موجة الحرارة المفرطة التي تجتاح المدن الداخلية المغربية، وجدنا اكتظاظا مهولا، كما لو أن المراكشيين نزحوا نزوحا جماعيا للمكان فرارا من موجة الحرارة، مستجيرين بالست فاطمة وأوريكا من حرارة المدينة، الشيء الذي جعل التصوير مستحيلا، خصوصا في الشلالات والنهر، احتراما لخصوصيات الزائرين. ونتمنى أن تتاح لنا فرصة أخرى من أجل الوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المكان الخلاب
والجميل والغني بالمناظر الطبيعية. المهم، ففي ظل هذه الفترة المتسمة بارتفاع درجات الحرارة على مستوى مراكش، لا تتردد الساكنة والزوار في زيارة أوريكا والمناطق المحيطة بها، خصوصا خلال نهاية الأسبوع، قصد الاستجمام وممارسة سلسلة من الأنشطة من قبيل التنزه بين أحضان الطبيعة أو السباحة أو الجلوس بمحاذاة الوادي. ويتميز هذا الوادي باختلافه، حيث يمكن الزوار من اللجوء إلى خدمات المطاعم التقليدية الصغيرة في الهواء الطلق، وفرصة لتذوق وصفات وأطباق لذيذة وعصرية من المأكولات المحلية المعدة من المنتجات المحلية، أو ببساطة تناول كوب من الشاي بالنعناع والزعتر والنباتات العطرية الأخرى في المنطقة. فعلى المسار المنعرج بين الجبال والوديان تتتابع صف من السيارات والدراجات النارية في اتجاه موقع الست فاطمة، حيث يصادف الزوار الساكنة المحلية المعروفة بكرمها واندماجها الاجتماعي، يعرضون سلعهم التقليدية ومنتوجاتهم الفلاحية والعطرية، كما أن أصحاب المطاعم المتواجدة على جنبات الطريق لا يترددون في دعوة الزوار إلى تناول وجبات محلية من قبيل الطاجين بالخضر واللحم أو المشويات أو مأكولات أخرى ولكي لا نكون جاحدين، لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، الذين يسهرون على سلامة الزوار وتنظيم المرور. ومن هذا المنبر نقدم لهم جزيل الشكر والامتنان على المجهودات المبذولة من أجل راحتنا.